السلام عليكم محبتي مشاهدي العراقية الرياضيين أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كنوز رياضية. محبتي المشاهدين، تعالوا معي نرحب بضيف هذا اليوم الكابتن حسن علوان، نجم نادي الزوراء والمنتخبات الوطنية. فأهلا ومرحبا بك كابتن. اهلا وسهلا بك، نشكرك على الاستضافة، نشكر العاملين على القناة. هذا بحضورك كابتن. اهلا وسهلا بك. محبتي المشاهدين، لنتعرف على ضيف هذا اليوم، تعالوا معي نشاهد التقرير التالي. شهدت ملاعبنا الكروية بروز العديد من نجوم اللعبة، ومنهم الكابتن حساني علوان، والذي ولد عام 51. لعب للفرق الشعبية في بداية مشواره لفريق أمجاد الكرخ، وفي عام 66 أعجب به المدرب جورجي سيلياس ليضمه لفريق السكك باء، وفي عام 70 التحق بصفوف الخط الأول الذي نال معه بطولة بغداد الخاصة التي نظمها الاتحاد موسم 72-73 بعد إلغاء الدوري لذلك الموسم. أما في موسم 74-75 حيث مثل نادي النقل الذي حقق معه المركز الثاني في بطولة الدوري، كما شارك معه في اللقاءات الودية منها أمام نادي أوبرا ريو البرازيلي ومنتخب شباب الاتحاد السوفيتي في بغداد، كما رافق الفريق للقاءات الودية التي جرت في الدوحة أمام الأهلي القطري ومنتخب القوات المسلحة. عام 75 عاد ليمثل نادي الزوراء الفريق الجديد القادم من الدرجة الثانية، حيث نال معه بطولة الدوري والكأس موسم 75-76 والدوري موسم 76-77، كما رافق نادي الزوراء في رحلته إلى الاتحاد السوفيتي حيث خاض معه مباراتين وديتين. انتقل بعدها لتمثيل نادي الطيران لفترة وجيزة. وعن مشاركاته الدولية، فكانت أول مشاركة له تصفيات كأس آسيا التي أقيمت في بغداد وتصدر العراق فيها المجموعة، كان ذلك عام 75 بقيادة المدرب داني ماكلين. وفي العام ذاته شارك في بطولة كأس فلسطين التي أقيمت في تونس. عام 76 شارك مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة الخليج العربي الرابعة في الدوحة. وفي ذات العام عاد ليشارك في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في طهران، كما شارك في العديد من اللقاءات الدولية الودية منها أمام منتخب ألمانيا الديمقراطية ومنتخب ليبيا والتي جرت في بغداد الحبيبة. يبقى التاريخ يحكي لنا عن سنوات مضيئة عشنا ذكرياتها من تلك الحقبة. لبرنامج كنوز رياضية، أحمد عودة. شكرا الزميل احمد عوده على التقرير الجميل، وعوده لضيفنا الكابتن حسان علوان. حسان ولا حسين؟ لا يوم عيد مسميه. والله الحقيقي حسين ومشت عليه حسان علوان. مشت حسان علوان، بس حسان. الجمهور ما يعرف غير حسان علوان. ما يعرفوني والله، سوت لي اشكال هاي حتى بدوائر الدوله. على كل نرحب بك مره ثانيه كابتن حساني، وسعداء بحضورك وذكريات نادي السكك والنقل والزوراء، هاي المسيره الطويله. نعم. خلينا نبدا وياك خطواتك الاولى اللي بديت بها مع الفرق الشعبيه. والله كنت في منطقه الكرخ. نعم. دورين. نعم. وكان الفريق اسمه امجاد الكرخ. زين. واني بالاساس العب مهاجم. فصارت بطوله بالعوانه، الفريق اللي اكبر من عندنا سنا. نعم. فدعوني انا العب وياهم. فلعبت لعبتين ضد العوانه وضد العاصفه. نعم. بالاساس انا كنت مهاجم، لعبت اللعبه الاولى فزنا 2-0 على العوانه، حرزت الهدفين. زين. والمباراه النهائيه لعبنا احنا والعاصفه، حرزت الهدف الاول والاخير وحرزنا البطوله. فبذاك الوقت كانوا المدربين
الانديه دائما يجون للعوانه يستقطبون اللاعبين. يعني اللاعبين ياخذون بالعوانه. اي نعم. شافني جرجيس الياس الله يرحمه، قال له سال علي، قالوا له هذا من الكرخ من الدورين، فاستغلها دز عليه عاصم جواد الله يرحمه، مهاجم نادي السكك. نادي السكك كان خارج جنة يلعب. فاجى قال لي جرجيس يريدك للسكك، وقلت له والله خل اشوف الاهل ما يقبلون امارس الرياضه، هنا فرق شعبيه. فحكيت ويا الاهل اقتنعوا. حلو. كانت فرق شعبيه يعني مثلا كاس الملاعب موجود مال الفرق الشعبيه بالعوانه. نعم. شوفها واحده من الصور مال كاس الملعب هاي مثلا، هاي بالعوانه، ارقام عربيه موجوده. نعم. الان اصبحت يمكن قسم يعرف من العوانه، مثلا كان ملعب شعبي كبير اللي هو اصبحت الان امانه العاصمه موجود. ما يعرفوها. كان ملاعب شعبيه اللي خرج نجوم كبار يعني. نعم. يعني مثلا منو ملعب هناك من اللاعبين اكثرهم؟ والله يعني قلت لك العوانه يعني هسه على هالمستوى يعني على هالمستوى يعني ارقم اللاعبين هسه الدوري الممتاز. نعم. هم بالفرق على الفطره. يعني اذا نشوف هناك مثلا صمد اسد، محمود اسد، نعم. جلال عبد الرحمن، نعم. ستار خلف، كلهم ذول العوانه. بعد من عندنا من يعني صباح حاتم من العوانه. صباح حاتم. صحيح. يعني يجي فهمي قيمقشي يحضر، عادل بشير يحضر الفرق الشعبيه واختاروا اللاعبين. صحيح. محمد الشيخ اللي اتذكره كان بالعوانه. محمد علي قنبر. محمد علي قنبر. يعني صحيح. اسماء كلهم من هذا الملعب. صحيح. يا ريت بقي لنا حتى يخرجون نجوم كبار. شو تسوي؟ هاي كرة القدم وهاي سنة الحياة. إذا هنا أصبح الفتنة الجيش السياسي اللي هو اختارك أنه تكون موجود. نعم. هاي صورة الكابتن نشوفها هنا الله يرحمه. الله يرحمه. هذا رجل قدم نجوم كبار ومكتشف مواهب حقيقية. هذا الرجل كيف تتذكر الكابتن؟ والله أتذكر. هو دز عليك يعني قال لك تعال للنادي. والله يعني من الطرائف دخلت أنا دورة سي. والله يذكر شامل كامل قائم المحاضر. فقال راح اشغل لكم فيديو، هذا سنه 2000، هاي التمارين الحديثه. شغل الفيديو وكمل. رفعت يدي قال لي ها حساني، قلت له هذا اني بال 66 ماخذ على جرجيس الياس. زعل. هو جابه بسنه 2000. نعم. قلت له التمارين بال 66 يم جرجيس الياس. تمام. الرجل هم ما قدر يتكلم. قال بس قدم نموذج يعني جديد للكره العراقيه. وما اجى مدرب اجنبي والتقى بجرجيس اذا ما شاد به. قال ليش تجيبونه؟ هذا مدرب منتخب هذا. يعني دكتور يوري قال هذا يعني دكتوره من غير شهاده يعني على جرجيس الياس. ما عنده لا شهاده ولا داخل دوره. وكان يوري كل ما يقول للفريق يتمرن اريد اجي اتفرج تجي علي، نروح عليه كنا بالسياره الفريق. اول مشاركه، اول تمرين، اول دعوه، اول لقاء مع الكابتن. هاي صار هنا جمهور فريق السكك. هاي الاول والثاني كانوا كلهم مجموعين. يعني شنو الفريق؟ عنده فريق وفريق الظل. بالضبط. يعني بالضبط فريق الظل يعني اللي يتهيأ يصعد للخط الاول. انت داومت بباء لين كان عمري 16 سنه. طيب هو اختار لك مركز انت تلعب مهاجم، هل يا ترى هو بقات مهاجم ام اختار لك مركز جديد اخر؟ انا العب مهاجم، فشاف عندي صفه باي مركز العب، فقال لي اريدك تلعب شي وسط متقدم. قلت له كيفك؟ نعم. ابو غازي. فلعبت شي وسط متقدم فتره طويله يعني. بعدين من انتهت من خطا رسن بنيان. نعم. ما نشد احتياط رسن بنيان. من خطا رسن بنيان اول 5 دقائق بدنا نلعب ضد الاليات. هاي اول لعبه لك انت؟ اي اول لعبه. نطه باسين غلط. البشار الله يرحمه والمظفر هم الله يرحمه. نعم. وقولوهن. قال لي تو بده يشجعني، قال لي قوم حساني يراويهم من حساني علوان. نزلت بالملعب قال لي صباح حاتم لا تعوفون ما رحت وياه. يعني واجبه كان صباح حاتم. واجبي قال لي بس صباح حاتم تلزمه حتى تروح ل 18 يارده تروح وراه. كان لاعب كبير صباح حاتم. كان دحرجه ودربل ماله ماكو لاعب بالعراق. الناس تتذكر هذا النجم. صحيح. تحياتنا له ان شاء الله يا ربي. ايوه. صحه وعافيه. توفقت بهاي وظليت عاد بهذا المركز. بعدين دورة بغداد الخاصه قال لي اريدك تلعب مهاجم. كان المرحوم علي كاظم. هاي صوره اخرى كابتن نشوف هنا. هاي اعتقد هنا المرحوم عدنان ايوب صبري ولا منكم وياكم؟ ويانا. كانت ارقام عربيه ما يقبل انجليزيه. هذا مدير السكك. اذا مدير السكك هذا حسن مصطفى. عدنان ايوب صبري العزي. نعم. منا موجود. كان وزير النقل. هاي من اجل
نعم كان وزير المواصلات. اي هو وزير المواصلات بس هو بقى كان مدير السكك حسن مصطفى اللي هو انت بالوقت اللي انت تعينتوا به. كان مدير السكك مدير العام عبد الجبار السعدي. كان حسن مصطفى. وبعدين حسن مصطفى. حسن مصطفى انا اتذكر حسن مصطفى. صحيح. كان عينكم يعني بجور حلوه. لكن احنا ما لا احنا ومخصصات 5 دنانير. بعدنا ما على 3 دنانير كانت. 3 دنانير؟ 3 دنانير مخصصات. تتذكر الملعب مالكم مال السكك هنا؟ شلون ما اتذكره بالصالحيه اللي هو خماسي تقريبا مثل الخماسي مو الخماسي. نعم. يعني اوجه من الملعب الكبير لان هذا يخليه يصبح اللاعب عنده مهارات نعم. اساسيه صحيحه. من يجي بالملعب الكبير تلقيه مترهي باللعب. السكك تبدل يعني انتم لعبتوا لعبتوا لعبات وديه هنا كان هاي بطوله بغداد. هاي بطوله بغداد اللي انتم اخذتوا هاي الصوره عندكم كابتن نشوفها. اي هاي اخذنا غلبنا الاليات 3-1 واخذنا البطوله. طيب. وجلال عبد الرحمن كان جاي من استراليا تصفيات كاس العالم من استراليا 73 اجى احنا اخذنا البطوله. اخر مباراه ويا الاليات. شنو اللي يميز فريق السكك او فريق السكك عن بقيه الفرق يعني اللي تميز به واللي اخذ بصمه لحد هاي اللحظه الناس تتذكر لحد هاي اللحظه؟ والله يعني بصراحه حتى الجرجي سالته في اليوم قلت له ابو غازي ليش احنا تريدنا نلعب هدوء ما يقبل باس طويل مختلفين عن الباقي. قال احنا هنا اللاعب العربي ما قال هم العراق قال اللاعب العربي ما عنده امكانيه ينطلق سريع ويلعب باس ويريد ياخذ فراغ. مو مثل الاوروبيين اساسهم صحيح وسيطرتهم عاليه. فاني رحت على التدريب البرازيلي. اي قال انا دا ادرب كله على الطريق البرازيلي ما اريد واحد اريد كله كره بالارض وما اريد سرعه. هاي شوف صوره من ذكريات الماضي. اي هذا النقل. خلينا نذكر الاسماء اللي موجودين على الشاشه. وهذا اني اول واحد بصفي مقداد جرجيس كاظم خلف عادل سمير محمد علي. نعم. رسن بنيان علي حسين بطوش كاظم العيبي علي كاظم ثامر يوسف سعد عبد الحميد. فتاح محمد قصير بس يعني اي ماكو هنا بهالصوره. بس كانوا وياكم فتاح قصدي كانوا يعتبروا مخاشن هوايه. اي يلعب تاف. ليش يعني؟ مو المشكله ما يقبل يحكي. لا المشكله اللي اني من كنت العب مهاجم ورجعني جرجيس متقدم بعدين قال لي احتاجك اريد العبك شويسره ما عندي. قلت له بكيفك ابو غازي. فمن لعبت اختصاصنا احنا بهاي المشكله بهذا الوسط. نعم. ما يصير تلعب والكره ما يصير تاخر لان اي خطا يصير من عندنا يصير على الهجوم على المدافعين. احنا السبب هي يصير خطر علينا. ايضا دائما نعم. نلعب لمسه وباس. نعم. لعبتكم من اللعبات المهمه في لعبتوا امام المنتخب البحرين في بغداد ملعب الشعب. هاي كانت مباراه اللي لها بصمه تاريخيه. نعم. طبعا نعم. فزنا عليهم مباراه السكك. اي نعم فزنا عليهم 4-2. طبعا هنا بعد ما لعبتوا انتم يوم 16/8 حل الفريق مباشره بعد ورا يومين صار النقل بقرار من الاتحاد العراقي. نعم. المركزي بحل المؤسسات والانديه. هذا القرار انطى فرصه الان او قسم يعتبروه اذيه للفرق وقسم يعتبروه لا حاله صحيحه. انت ايش تعتبرها؟ والله احنا ذاك الوقت يعني تدري احنا فريقنا السكك. نعم. ومن صار النقيل وماكو فالتغير به ما يعني ظلينا نفس اللاعبين ما صار اختلاف عندنا. يعني انتم هنا من تلعبون امام فريق المنتخب البحرين كفريق صغير معناته انتم يعني لكم بصمه حقيقيه بالملعب. نعم فريقنا كان مميز من الفرق الموجوده والوحيدين. هنا كاظم العيبي علي كاظم وحازم جسام هاي الاسماء الحلوه. اي نعم. وراها النقل كابتن. النقل ايضا هنا اصبحتوا انتم من السكك الى النقل. تبدلت الاسماء اللاعبين ولا بس الاسم تبدل؟ لا بس الاسم. عفوا بس الاسم. لان انا كثير من الجمهور يسال من هو الفريق الحقيقي؟ حتى نشوفها بعد نحكي عن الزوراء. نعم. الان النقل هو نفس السكك؟ نفس السكك صار النقل بس اجانا عبد الله عبد الواحد وجانا سالم عنبر من المواصلات جونا. نعم. بس هذول ما اجانا احد. ما اجى. اي وصار الزوراء هم نفسنا باقي. يعني المواصلات دمجوا البريد ويا الميناء. نعم. بقتها. نعم. هذا اللي صار ومدرب نعم. مدرب بالبصره محمد نجم وبالبغداد مدرب كان. وين النقل كابتن؟ ايش تتذكر من اسماء من اللعبات؟ انتم اصبحتوا هنا بطل دوري يعني ثاني دوري العفو نعم بعد الطيران. اي 74 نعم. يعني انا معناته انتم يعني مستوى عالي
تفوزون على كل الفرق وتاخذون وصيف دوري مع طيران. اول لعبه يا طيران عندكم كانت يعني 75 افتتاح الدوري. افتتاح دوري. لعبتين كان عندنا، لعبه الدوري وراها الكاس. دوري الكاس انتم شنو اخذتوا؟ لعبنا لعبتين. هنا انتم بالنسبه لكم من افتتاح الدوري لعبتوا ويا كان موجود داني ماكلين اللي بتفرج على المباراه؟ كان دا يختار لاعبين من الدوري للمنتخب. طيب. هي فبدت المباراه وهو الرجل تكلم بالجريده قال يعني اللعبه كانت متواضعه واني عجبني رقم 6 اللاعب حساني علوان، هذا ادعيه للمنتخب. والله انا عندي بالارشيف هنا موجوده الصوره هنا. يقول صدر على جريده الرياضي راي السيد داني ماكلين مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم مباراه افتتاح دوري انديه العراق بين طيران والزوراء من حيث المستوى الفني. عقب بس يقول بعدين فيما بعد اتمنى ناخذ الوقت لان الوقت طويل. يقول فقد اخفى الفريقان في تقديم مستوى جيد ولم اجد بين الفريقين من اللاعبين الجدد الذين يستحقون اللعب ضمن المنتخب الوطني سوى اللاعب حساني الذي اجاد اللعب في منطقه الوسط في فريق الزوراء. نعم صحيح. كانت شهاده يعني صحيح. اول شهاده بالنسبه لك. اي صحيح. بعد المدرب المحلي. نعم. انت شلون استقبلت هذا الخبر؟ والله تدري كل لاعب له طموح ان يلعب منتخب. يعني انت شلون هسه مثلا تيجي على الفئات العمريه. هناك اكو نظره بين المدرب المحلي وبين المدرب الاجنبي، يعني احنا دائما عندنا خلافات انه المدرب الاجنبي ينظر نظره شكل اللاعب العراقي والمدرب العراقي ينظر نظره شكل المدرب اللاعب العراقي. طبعا هاي تصير عند كل مدرب. هذا الخبر من داني ماكلين مدرب كبير. نعم. يختار حسن علوان من بين تعرف فريقين يلعبون الزوراء والطيران فريقين نعم. كبير. شنو كان الخبر؟ والله احنا مهم سمعنا قالوا المدرب الاسكتلندي راح يقعد بالملعب ويختار لاعبين. احنا هم يعني جهزت نفسي. نعم. الى ان بلكي اذا اراد الله ان انسحب منتخب فاجاديت باللعب فسحبني منتخب. قال اول لاعب اسحب المنتخب حساني علوان من الشباب اللي هو رقم 6. ورقم 6. تتذكر هذا الرقم ولا ذكرك؟ هو لا رقم 6 حتى بالمنتخب. نعم. من فرش الدراسات عندنا لعبه ويا التصفيات المماسيه قال لي صاحني اول واحد قال لي تعال حساني خذ درس، جيت على رقم 6 اخذته. 6 ما اخذ غيره. طيب. عاد هو قال لي جود فري جود. حلو. مع انتم هنا اصبحتوا الوصيف طبعا بعد الطيران وايضا كان عندنا لعبات رحتوا انتم هنا لعبات خارجيه لعبتوا مع اتحاد السوفيتي في بغداد. هاي الزوراء النقل لعبنا ضد لعبنا ويا منتخب هاي روسيا الاولمبي. لا العفو انتم هنا عندكم هنا لعبتوا ويا اوبرا فريق البرازيلي. البرازيل غلبنا 1-0. اوبرا ريو. نعم حازم جسام احرز الهدف. هاي نشوف هنا الجريده اللي موجوده. جيب هاي الفريق البرازيلي هذا لعب هنا 3 لعبات عندنا طبعا لعب امام الطيران تعادل 1-1. نعم عمو يوسف لعب المواصلات 3-1 وامام النقل 1-0 فوز. نعم لحازم جسام. اي نعم. 3 لعبات من نسمع فريق برازيلي بقيته كانت الصحف ما راضي على الفريق البرازيلي لانه الفريق كان مستوى متواضع. صحيح مو ذاك بس اسم برازيل بس ذاك. صحيح مو ذاك مثل سانتوس البرازيلي. هو كان جاي من البحرين كان اللي تعرف بالضبط جاي من البحرين يجمعون للعراق على انه نعم ايش قد تنطينا حتى العب يمك كانوا يجمعون مثل اللي شو نقول عليهم كسب مادي وبنفس الوقت هم يعني يستفادون كتجربه. صحيح. لعبوا بالبحرين وجو العراق. نعم. من النقل نروح للزوراء. الزوراء هي المحطه اللي اخذ بصمه اللي ترك بها بصمه الكابتن حسن علوان مثل بقيه زملائك. نعم. انتقال للزوراء. هنا الزوراء ايضا سؤال كبير يطرحه الجمهور، هل يا ترى هو فعلا كان الزوراء ام كان النقل؟ وين كان اذا كان الزوراء وين لاعبي مال الزوراء اللي هو جوي من الدرجه الثانيه للاولى؟ فريق الزوراء كان صعد من فريق جديد صعد الدوري من الدرجه الثانيه. نعم. مع باقي الفرق اللي طبعا كانت دياله وكانت الجامعه صعد وياه. نعم. 5 فرق صعدت هي بقته، والاقتصاد بقته. هاي الفرق اللي صعدت هي الاقتصاد ودياله والجامعه والحله والزوراء. الزوراء كانوا كلهم لاعبين جولوا لكم لو انتم نفسكم بس انطوكم الاسم. والله اختصرها بكلمتين، هو فريق النقل اللي لعب ضد منتخب الاتحاد السوفيتي ضد البرازيل نفسهم اللي لعبوا بالزوراء، ما جانا يلعب بس الاسم تغير، الاسماء تتغير. بس الاسماء تتغير. يعني اللاعبين مال نادي الزوراء اللي لعبوا درجه ثانيه ما اجاكم ولا واحد. ما اجانا ولا واحد. طيب مين جو اللاعبين هذول درجه ثانيه؟ بس سموه الزوراء وهاي واحنا نفسنا اللاعبين. الصوره نشوفها للكابتن.
اي هذا الزوراء هذا، هاي طبعا بعظمته. اي هاي نجوم كبار. خليني اقرا الاسماء قسم قاف ننساهم. الله اول واحد الكابتن حازم جسام، وحساني علوان، وفلاح حسن، سمير محمد علي، علي حسين بطوش، ابراهيم علي، سعد عبد الحميد، زياد عبد الحميد، كاظم خلف، فتاح، ثامر يوسف. اسماء حلوه ها؟ اي لان شو ذكرك الصوره كانت؟ هو هذا التاريخ الزوراء هذا. الدريس الابيض حلو؟ الدريس الابيض بقيتوا تحبون الدريس الابيض؟ ما تغير، ما كان احنا الدريس ما نشتري على اساس يسموه النوارس؟ النوارس، بس احنا كنا المانيا تدز لنا التجهيزات. المانيا تدز؟ هي كلها من المانيا، لان القطارات تتعامل وياهم في النقل فيدزون لنا التجهيزات. يعني تعتبرها هديه؟ هي يعتبر هي هديه يدزوها. في هذا الموسم انتم طبعا صدرتوا الدوري، فريق الزوراء اللي انتم النقل وصعدت الزوراء صدرت الدوري، هذا كان ايضا مفاجئ انه انتم تصيرون. هي ال 75 76 الدوري 76 دوري وكاس عندكم هنا؟ الدوري والكاس 77 76 77. اي 76 77. هاي الصوره نشوفها هنا. اي هاي والله هذني الصور ما عندي يعني بصراحه. ايضا هنا بالدوري هذا كابتن حساني انه فوزكم على الشرطه 11-0 بقت هذا الدوري، كانت شيء سوى ضجه. اي ضجه، اي ملعب الشعب هاي اللعبه صحيح. وقع احتجاج فريق الشرطه، كان الجيش والشرطه معترضين على قرار تحويل الانديه المؤسسه الانديه. نعم. من ضمنهم الجيش والشرطه اعترضوا بشده. نعم. يقول لك الشرطه عنده 7 فرق والجيش كذلك، مثلا الفرقه الثالثه والفرقه الخامسه وهكذا. فهنا الشرطه لعبوا في، اتذكر يونس حسين الله يرحمه جاء فريق مدار الشرطه لعبه بالدوري واللي غلبتوا انت 11. اي على اساس يحسنون من وضعيه لا كان احتجاج لانه يعني جامر لازم تشاركون فشاركوا. اي شاركوا يغلبناهم 11-0 والغول الفريق راسا. نعم. خساره قاسيه. اي الزوراء ذكرنا الاسماء من ضمن الكابتن ابراهيم علي، ناخذ اتصال مع الكابتن ابراهيم علي ونشوف ذكرياته مع الكابتن حسن علوان. الو. السلام عليكم كابتن ابراهيم. حبيبي استاذ صباح عليكم السلام والرحمه. شلونك يا طيب؟ مشتاق. اليوم زميلك الحلو انت وياه بديتوا مرحله العمر ومرحله الشباب سويه، الكابتن حساني علوان. حبيبي استاذ كابتن حساني علوان، اولا نعم. تحياتي لك كمقدم البرنامج كنوز رياضيه، وللكابتن الراقي الدولي الزورائي والخلوق والمتابع رياضيا. اهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا البرنامج. الله يسلمك. استاذ حساني قامه من القامات الرياضيه. نعم. رجل خدم السكك ثم النقل ثم الزوراء. نعم. المنتخبات الوطنيه. نعم. كلها خدمها بشكل تفصيلي ورائع. زين. وحقيقة أنه قدم للكرة العراقية كثير كابتن حساني علوان، وقدم إلى نادي الزوراء كثير، وعمل مدربا مع الفئات العمرية في نادي الزوراء، ثم الآن مشرفا على فريق الناشئين. فيستحق أكثر من هذا كابتن حساني، لاعب دولي، لاعب مميز، صاحب أخلاق عالية، رجل يعني إنجازاته كلش كبيرة في نادي الزوراء، لا يقل عن 3 إلى 4 مواسم حسم بطولة الدوري وبطولة الكأس. نعم. ومعروف حساني علوان معروف على المستوى المنتخبات ونادي الزوراء الرياضي. حلو. جمهور يعني لاعبين زوراء بقوا يعني فريق متماسك إلى آخر يوم كلاعبين بالنسبة لجيلكم، عن جيلكم أنتم بالذات يعني. والله الجيل اللي قدمنا للكرة الزورية أو للمنتخبات لا يقل عن 10 إلى 12 سنة متماسكين، والجمهور الرياضي يستذكر الجيل القديم السبعينات والثمانينات من الكباتنة المرحوم علي كاظم، فلاح حسن، حساني علوان، فتاح، علي حسين بطوش، زياد عبد الحميد، زياد فالقائمة طويلة، عذرا إذا ما ذكرت أحد، ولكن إنه هذا الزوراء المتماسك. والآن أيضا بنعمل في نادي الزوراء سواء بالإشراف
سواء نعم. بالتدريب متماسكين، لانه هذا النادي خدمنا وخدمناه، ويستحق نادي الزوراء انه نوقف أكيد. له وقفه مشرفه للانتصارات والانجازات، والكل يعرف انه نادي الزوراء الرياضي صاحب انجازات وبطولات. نعم. زين، وهذا معروفه. فتحياتي لك كثيرا استاذ صباح، لان انت حقيقه من الاوائل اللي تستذكر اللاعبين الدوليين القدامى وتقعد وياهم وتنطي تاريخ كل لاعب الى الجمهور. اكيد. لا هذا واجبنا كابتن ابراهيم، يعني انتم اسماء كبيره تستحقون كل احترام والمحبه، والبرنامج هذا قناه الرياضيه، قناه الوطن طبعا مخصصه الى نجوم نجومنا الكبار. اكيد وانتم تستاهلون طبعا. اكيد. كابتن ابراهيم علي شكرا جزيلا، انت دائما حلو استاذ كابتن ابراهيم، ورجع خضراء ما شاء الله على نادي الزوراء. شكرا جزيلا. حلو ابراهيم، كابتن ابراهيم علي. ورده يعني الحلو به يعني ما عنده تشاؤم، دائما متفائل. زميل العمر. اي. عندك موقف وياه شوف ضحكت يعني ما اعرف. والله بالعكس يعني كابتن ابراهيم ورده ها؟ اخلاقه جدا عاليه. اي فعلا فعلا. من احنا متفائل دائما، حلو به متفائل جدا. نعم. هذا الشيء الحلو. انسان خلوق، الله شاهد ورقيب، مو يسمعني او حاكي وراه وقدامه. كابتن بعد ما انتم اخذتوا الدوري والكاس يعني رحتوا سفره الى الاتحاد السوفيتي. اي رحنا. هاي السفره كانت تقييم ولا كان ضمن بروتوكول؟ لا تقييم، يعني كان الوزير دزنا. نعم. يعني شلون فالسفره ترفيهيه على مود البطوله الكاس والدوري. يعني انا كنت دا اروح لتركيا. نعم. تعرف كل ما ينتهي الموسم اطلع اسافر خارج العراق. نعم. فقلت راح اروح لتركيا، نطانا هديه 150 دينار كل لاعب. زين 150 150 عاد خبرت على استاذ عامر السامرائي، قلت له استاذ عامر رجع على ال 150 جابوه، قال وين انت؟ قلت له اني يم السفاره نعطي الجواز مالي دا رحت. قال عوفه جيب الجواز راح اروح الاتحاد السوفيتي. حلو. عاد رحت اخذت ال 150. بهاي السفره شنو اللي صار يعني؟ شو استفادتوا من لعبتوا ويا استونيا ولعبتوا امام جورجيا؟ اي لعبنا لعبتين مباراه ترفيهيه للفريق وانتهاء الدوري، ماخذين الدوري والكاس. نعم. حلو. مدرب منو كان وياكم من بهالفتره هاي السفره؟ كان سعد صالح وانور جسام. سعد صالح. ايوه انور مساعد وياه. سعد صالح اللي كان قادم من فريق المصلحه؟ اي نعم. اجى للزوراء؟ اجى للزوراء. وكان وياه بالبدايه مساعد كان انور جسام ثم لا بعد انور ما كان وياه، انور الدكتور عفره. هاي الصوره ايضا نشوفها هنا. نعم. موجودين الكباتن. نعم. كابتن سعد صالح والمرحوم الكبير ايضا المدرب الكبير انور جسام. كانت الرياضه مو مثل هسه بصراحه. شلون يعني؟ شنو فرقها؟ يعني من نتعور من انور عينه مو زينه، الدكتور عفره قالت له عاد ما تقدر تلعب كره قدم. وهم يعني هم ضحى للزوراء من شان لاعب خطيه وعيونه راحت. راحت عيونه صحيح، ورجع للدائره. ما كان اقول عاد سعد صالح فرغه للفريق وخلاه مساعد مدرب وياه. ولكن ابدع فيما بعد يعني حقق نتائج حلوه. طبعا طبعا رياضي ولا تاريخه. نعم. بعد رحت للطيران، شنو اللي خلاك تروح الطيران وانت نجم الزوراء وانت خلص عمرك تقريبا بين السكك والنقل والزوراء ورحت للجويه؟ والله هي مشكله كبيره هاي. قصه كبيره. حزينه ولا شنو؟ والله حزينه بالنسبه لي حزينه. روم هذا ما صار لك واز كمي اصلا وياهم موسم كامل. اي ما هم صار خلاف. كان من المدرب الجوي؟ عبد الله محمد حسن ابو الموصل. عبد الله ابو الموصل. هاي الصوره نشوفها هنا. هاي من رحت للطيران. نعم. ما اعتقد ارتحت انت لانه مو فريق، تحس مو بيتك يعني. طبعا هيك احس يعني. طبعا وانا ما بصراحه انا ما رحت للقوه الجويه، بس مجبل خابرني قال ليش ما قاعد تجي المنتخب؟ قلت له والله مجبل بطلت كره قدم. قال ليش؟ قلت له صار سوء تفاهم ويا انور وعلي وفلاح فما بطلت. قال تعال من وقت يعني اعتزلت؟ اي 26 سنه عمري. اعتزلت من وقت اصلا. قال لي تعال للقوه الجويه، رحت للقوه الجويه. هم صار خلاف على التعيين. لعبوني ضد الميناء بالكوت. نعم. واول 5 دقائق احرزت الهدف الاول والنتيجه طلعنا تعادل. من رجعت للتمرين صار غير حكي على التعيين. صار خلاف. قلت له اذا ما تعين مثل ما اتفقنا واني القائد هو الجويه بذاك الوقت دز وياي عميد ركن. نعم. قال لي نعينك نائب ضابط. قلت له ما اتعين عسكري اريد مدني.
ما صار نصيب. يا اخوي الاكبر مني كان ضابط، قال لي لا تتعين على العسكريه نهائيا. نعم. فعينوني على مطار. يعني هي شوف، هو بيتك الاساسي الزوراء، يعني ما ممكن يعني حتى لو بدك مشنون بس ما ترتاح انت، يعني مو بيتك، مو طبعا طبعا. يعني طلعت ظلما وعدوانا من نادي الزوراء. ظلما وعدوانا. اي والله. شو تسوي؟ يلا على كل. الحمد لله. الان انت درب مو؟ الثاني على مشرف على الفئات العمريه. يعني رجعت لبيتك الحقيقي. رجعنا. انا لا من 2009 دز علي فلاح حسن. خابرني سالم عنبر قال يريدك فلاح، تعرف صار 30 سنه ما شايفه. تمام. فجيت للنادي تصافحنا انيات، قال لي وين انت؟ قلت له والله هاي بهالدنيا هذا. قال اريدك تجي هنا في النادي وياي وحتى اسوي لكم عقود الفئات العمريه. على كل. انتخبناه، اختلفت الامور عنده. يلا هسه رجعتوا ان شاء الله. اي فظليت 9 سنين، ظليت 9 سنين وياه. تالي خلينا نروح المنتخبات الوطنيه. اول عندنا تصفيه كاس اسيا اللي جرت في بغداد، هنا كان من ضمن الاختيارات لك بالنسبه مثل ما قلنا داني ماكلين ومجموعه من اللاعبين. نعم. اللي اختارهم هو كان هادي احمد، علي احمد، احمد صبحي، علي كاظم، كاظم معل، علي حسين محمود، حازم جسام، علي حسين بطوش، فلاح حسن، حسن فرحان، حسن علوان، جلال عبد الرحمن، زياد عبد الحميد، فتاح محمد. اي موجودين، كلهم موجودين. ابراهيم علي، صباح عبد الجليل، زياد عبد الحميد، فاضل عباس. هذا الحارس حلو فاضل عباس، ما اعرف اختفاء اللاعب، يعني حارس مميز والله. اي بالتجاره كان يعني. ياسين ياس، ابو الصناعه، عادل الخضي، محمد طبره، مجبل هشام مصطفى، رحيم قريب. اول مباراه لعبتوها كانت امام قطر. نعم نعم. هاي تصفيات اسيا ببغداد. في بغداد. نعم. هاي اول مباراه تشوف هنا صوره على الشاشه. اي نعم. هنا غلبنا مع 0 وكان ببصمه النجم الكبير فلاح حسن. نعم. اللعبه الثانيه بافغانستان، طبعا ايضا نفس التشكيل اللي هنا لعب فاضل عباس، كان اول تجربه له. فاضل عباس لاعب صح. سالنا عليه هوايه والله ما اعرف هالولد وين راح. تصحى العافيه. مجبل فرطوس، حميد عبد الحميد، حسين بطوش، رحيم كريم، محمد طبره، حسن علوان، هادي احمد، هشام مصطفى، علي حسين محمود، واحمد صبحي، وكاظم معل، وعلي كاظم. هنا لك اول هدف على افغانستان. على افغانستان. عندك هدفين بالدوري لعبنا مرحلتين ذهاب وإياب في نفس المكان. نعم نعم. في المرحله الاولى ايضا كان هدفك الثاني في دقيقه 18، والهدف الاول كان للكابتن الكبير احمد صبحي وعلي كاظم. نعم. على افغانستان. ولكن مباراتنا مع السعوديه اللي تعادلنا بها 1-1 كانت يعتبر، ما اعرف اعتبرها صعبه ولا مو صعبه، ما اعرف ليش. هي صعبه، هي صعبه. بالدقائق الاخيره احرز هادي احمد، حرز الهدف التعادل، وانتهت المباراه كانوا متقدمين علينا بالتعادل. انتهت المباراه بالتعادل. ايضا في قطر مره ثانيه هنا عندنا ايضا من 3-0، كان هنا عندك هدف الاول بدقيقه 9. اي على قطر صحيح. شنو قصه هذا الهدف؟ والله صارت فاول على جهه الزاويه. نعم. فعلي كاظم تعرف هذا وياي بالنادي وزميلي الله يرحمه. نعم. يعرف اني بالكرات المرتده كلش خطر، يعني لازم احرز هدف. نعم. كان الشوت مالي كلش قوي. فدز لي اياها الكره ناصيه، يعني نعم. مو لا ويا الارض ولا عاليه، ناصيه. ويعرف اني اكو انسجام بيناتكم. اكو انسجام ولاعبين سوا. ثلاث سوا انت وفلاح حسن فريق واحد. نعم. يعني. فاحرزت الهدف الاول، يعني حتى حامل الهدف فاتت من وجهه ما شافه. حلو. هذا الهدف الاول. وبعدين هدف فلاح حسن بدقيقه 60 وايضا في افغانستان ايضا غلبنا 4-0. هاي المرحله. المرحله الثانيه الاياب ايضا عندك هدف اخر. كان ممكن تكون مهاجم احسن ما بالاشباه. انت وجهه نظرك؟ والله يا انت وجهه نظرك يعني لو كان بيدك الامر مو بيد المدربين. هو انا بالصفه اللي عندي، يعني بالصفه اللي عندي اهاجم ودافع وهاجم. يعني مثلا شنو نشوف مثلا الاستاذ الكبير مثلا حازم جسام صانع العاب ويهدف ونفس الشيء. نعم. اني يدري هو حازم هم تعرف قضى عمره وياي. نعم. يعني اني هواي اميل للهجوم واميل للدفاع، لان شغلتي صعبه بالنص. يعني ممكن تكون الثنائي انت وحازم جسام؟ اي انا وحازم. بس فتاح كان دائما ينبقي ما يصعد بالهجوم، لان احنا نصعد طوال على مدر ننطح براسنا. فتاح مخلي المخاشره انتم. اي بس كان اكو انسجام يعني. لا اكيد احنا شباب تعلمنا على الانسجام، يعني مني يروح فتاح اعرف وين راح يروح. من اروح اني بفد مكان يعرف اني ورا يسندني، اني اسنده. فما على قولة علي حسين بطوش وجلال يقول المهاجم يجينا تعبان من وراكم. اي نقضوا يلا يجيكم.
ويا السعوديه ايضا كان 2-1 بهدف الكابتن الكبير احمد صبحي. رشحنا احنا اخذنا الاول والثاني رشحنا نهائي اسيا وكانت الفريق الثاني بعدنا السعوديه. نعم. بعدها بدينا نحضر الى كاس فلسطين وهي هنا تعرف فلسطين. كاس فلسطين ايضا هنا كانت عندنا مهمه صعبه طبعا، كان هنا الوضع السياسي متوتر بيننا وبين سوريا والعراق يطالب بنظام سوريا. صح. واحنا دائما هذا الشد العصبي يتعب لاعبينا صراحه يعني. نعم. يعني المنتخب يلعب ويجي قرار سياسي لازم هذا. اي والله صارت هاي الحاله عندنا، صارت هناك صحيح. لا طبعا شاركوا 12 فريق، عندنا 4 مجاميع. المجموعه الاولى اللي هي كانت الاصعب طبعا تونس والعراق والامارات، المجموعه الثانيه كانت فلسطين والسودان، والمجموعه الثالثه سوريا وليبيا، والرابعه هي طبعا اسهل مجموعه هي مصر والسعوديه اي نعم. خلينا نحكي على اول مباراه ويا تونس. اول مباراه لعبنا ويا الامارات، بس قبل ما نلعب ويا الامارات لعبه تونس. احنا لعبنا نعم تونس والامارات غلبوا 3-0 التونسيين، فاحنا عندنا لعبه ويا الامارات، لعبنا ويا الامارات غلبناهم 5-0. هاي الصوره هنا نشوفها كابتن. اي نعم. احنا ذكرنا التشكيله طبعا. هنا المدرب داني ماكلين، نعم. جل عبد الرحمن، ياسين ياس، قلنا مجد فرطوس، حسن فرحان، محمد طبره، زياد عبد الحميد. زياد وين صار؟ زياد مريض والله. سلام يا رب. وانا على تواصل وياه. هذا الخضير طبعا، هذا ما اعرف موجود هم هذا الخضير. ما يلزم. دز لي ذاك اليوم طلب صداقه والله سلمت عليه. زين. والمرحوم صباح عبد الجليل. طبعا انتم اثنين اختاركم الكابتن داني ماكلين. نعم. لطول القامه، بس يعني ما يكفي انه طول القامه، بس هناك مهارات. يعني انت من اختارك رقم 6 من الدوري بين الزوراء والطيران. نعم نعم. القسم يقول لك بس على موطن، لا يابا مو هناك. هو يدور صحيح، يدور واحد طويل بس. يعني هنا سجلتوا اهداف انتم اثنيناتكم. صحيح بس احنا يعني ما جاء اختيار يعني اعتباطا. لاعب طويل ومو زين، بس احنا جينا يعني. هذه تلعب سله مثلا حتى لا ما له علاقه. مستوانا العالي وطولنا اكيد استغلينا الموقف. اكيد. هناك كانت المباراه امام الامارات 5-0. احمد صبحي 3 اهداف. الصحه والعافيه له ان شاء الله. وصباح عبد الجليل وحسن علوان. انتم اثنينكم سجلتوا. اي حرزت الهدف الخامس. صارت كره احمد صبحي حولها ارضي، قلت له احمد ليش طيتها ارضي؟ انت ما تعرف الجول شي صدها. وقريب كان رفعها من فوقها ورا دقيقتين كان ترهم نفس الحاله. رفعها عالي قورتها. قورت الهدف الخامس. حرزت الهدف الخامس. طلعت تونس. هو كان اول هدف تونس الا تغلبنا. لا كان الهدف الاول دقيقه 2 لاحمد صبحي. نعم. ونروح الى مباراه تونس. هاي المباراه اللي هي طبعا عانى منها الفريق. كان الجمهور ضدنا بطريقه ما حلوه يعني غير صحيح. ما اعرف شنو. خلينا نسمع من عندك هاي. والله تدري هي المباراه كانت كل صعبه بالنسبه لتونس. لازم تونس تفوز على العراق، يعني احنا فايزين 5 على الامارات، هم 3 الا الفوز. يلا اللي يخسر يطلع. اللي يخسر هم اذا تعادلوا يطلعون الا يفوزون علينا. زين. فاول ما ادري 10 دقائق ربع ساعه احمد صبحي جاب هدف عليهم. نعم. وظل اللعب هجمه بهجمه. تعرف فريق يريد يغلب وهم خسروا 1. الجمهور شنو اللي سوى؟ الجمهور شمعنا بطاله من عندهم وقام يضربونا بحجار. حتى من طلعنا من الملعب متعادلنا وطلعوا هم طلعوكم حمايه. البطوله جابوا لنا حمايه وطلعونا. ظلينا بالملعب حوالي ساعه. عجت حمايه طلعتنا. طلعوا تونس. اذا التعادل كان 1-1 بهدف احمد صبحي اللي سجل. اي نعم 1-1. نعم احمد صبحي صح. احمد صبحي صار الان طبعا نجم معروف بالبطوله. صحيح. انه هذا صحيح. لاعب مميز، مهاجم مميز وخطر، فشانت رقابه شديده عليه. اي فعلا. لعبنا ويا سوريا. مباراتنا ويا سوريا هنا العامل السياسي قلنا لازم نغلب لان سوريا احنا ما نحب سوريا وسوريا ما تحبنا. اي صحيح. والله جانا هو بوقتها جانا السفير العراقي بتونس قال هاي جيت انا هاي مساله سياسيه خابرونا منك يعني لازم تفوزون عليهم. مساله سياسيه واذا غلبتوا انطيكم كل واحد من عندي 50 دينار. شنو زعما؟ جينا ويا سوريا غلبناهم 4-0. ال50 هم شفناها. غلبنا 4-0 طبعا كانت نتيجه كبيره. بالمناسبه فهد جواد الميره اجى قال احنا مو محترفين تاخذون ال50 دينار لا حد ياخذها.
اي ما من يقدر يحكي ما اخذناه. المباراة اللي هاي مصر شنو اللي صار؟ احنا كان هنا كانت اللي قلنا احنا نشدد الرقابة على الكابتن احمد صبحي، ما كان مدرب هنا داني ماكن مثلا يلغي بديل عن احمد صبحي، بس احمد صبحي يشغل المدافعين ويهيئ لنا مهاجم اخر. والله يا صارت فرص، بس تدري انت فريق مصر فريق قوي، ورغم هذا احنا يعني هو اخذوا بالدقيقة الاخيرة اخذوا الهدف، احنا كان ممكن نروح لضربات الجزاء. صار خطأ من جلال عبد الرحمن. يعني جت الكرة عالية، جلال شوية من أكثر اللعبات نوات من كرة عالية تفلت من يده، وهناك من صار المغرب يصير ندى عندهم يعني رطوبة تصير، فصعد على الكرة هاي الوقت الإضافي يعني مددوها نص ساعة. اي ربع بس قولوا انتهى وفلتت من يد اللاعب واقف قال ايش قول. كل كان متوقع انه تروح ضربات الجزاء. ضربات جزاء. احنا الان بعد 75 اعتبرناها تهيئ لكاس الخليج. كاس الخليج كان عندكم علم راح نشارك احنا ولا كان الرقم سر الخبر سري؟ والله ما على غفله بلغونا قالوا حيشاركون ببطوله الخليج. يعني حتى احنا استغربنا احنا العراق ما يشارك ببطوله الخليج. يعني هو انا قصدي لان كانت الامور على اساس بها كتمان. اي نعم ما ندري والله على غفله، احنا ما بعدين محجوزين بالمنتخب بعض يعني مبيتيها للشغله ان يشاركون. بعدين قالوا راح يشاركون. لعبت الوديه امام الديمقراطيه وامام تركيا. اي الى ايضا الى كان دنمارك هنا يعد الخطه لفريق متجانس. اي طبعا بين الخطوط الثلاثه بين الدفاع والاشباه والهجوم. اي طبعا سوى فريق كان يسوي تغييرات مثلا بحيث انه لو هي كاس فلسطين هو رتب الفريق الاشباهيه خلاهم يعني الاحتياط مثل الاصل. نعم. الاساسي مثل الاحتياط كلهم مستوى قبل اللاعب يقعد على المستوى يعني احسن من يعني البديل مالته موجود بنفس المستوى. نفس المستوى. نشوف نتائج هنا على الشاشه كابتن. لعبتنا الاولى مع عمان 4-0 ومع البحرين 4 واحد مع السعوديه 7-1. هذا الرقم كان قياسي بالنسبه لدورات الخليج. نعم. وتعادلنا مع قطر كان مفاجاه صراحه. اي تعادلنا يعني ليش تعادلنا مثل ما اعرف. والكويت اللي هي المباراه اللي صارت بها الاحداث الدراماتيكيه. كل صارت هو خطا من اللاعبين. هي تحكي عن هاي دوره الخليج شنو الاجراءات اللي صارت؟ قسم مال الكويت طبعا هذه تحكي مرت اثنين. ليش تعادلنا ويا قطر؟ وليش ويا الكويت صارت هاي الاحداث؟ يعني وجهه نظرك انت. والله اللعبه ويا قطراني اخير نص ساعه كنت احتياط. نعم. ولعبني داني ماكلين قال لي حساني اريدك تطب الهجوم وياهم. فيعني صارت فكره تعرف الفريق بس يريد يغلب. نعم. فصارت فكره دا اضربها يعني اني والجول. دا اضربها ما اشوف واحد مدرسه علي كاظم. ذبها بلاد. قلت له ليش علي كان خليتنا نقولها؟ قال ما انخبصت اريد بس نقول حتى نفوز. كان انفعالك انفعالي ما تعرف قطر يعني احنا فريقنا كان ذاك الوقت. صحيح. يعني ماكو فريق بالعربي يشبهه. ذاك المستوى. مباراة النهائي والكويت شنو صار؟ يا ترى فعلا كان لا مال 2 لو 4 2 تعادلنا وبعدين تعادلنا. اي والله هم الاخير اللي خسرنا بها. اللي خسرنا بها. نعم. والله احنا تدري هذا للتاريخ. نعم. قعدوا لنا ساعه 11 بالليل قالوا اجتماع. احنا قلنا شكو صار شيء بالعراق. اجتمعنا بالقاعه جو كان ويانا معز الخطيب رئيس الوفد. نعم. قال عمر رئيس الجمهوريه احمد حسن البكر كل لاعب دار سكن بغض النظر عن النتيجه. بس داني قبل ما يقعدونا داني قام اسمعنا احنا قام يبكي قال لهم لا تقعدوهم هذا من تقولوا لهم بعد ما ينامون. وفعلا ما حد نام. يعني انا كان ثامر يوسف وياي بالغرفه ما نمنا. سالت العلي كاظم الله يرحمه قال ما نمنا. كل لاعب كانوا في فرحه كبيره. اي والله ما بصراحه. فجينا للمباراه تعرف يعني واحد عنده مباراه نهائيه وللصبح قاعد هاي متاثر علينا. نعم. بس هو المدرب يعني الكويتي كان ذكي اختار الطريقه اللي يقدر يلعب بها. هو حتى كانت عندنا لعبه وياهم والنهائي اجلوها يوما. داني ما قبل قال شلون تاجلوها؟ احنا نريدهم فريق تعبان شلون راح نعطيهم راحه بدنا نلعب ضدهم؟ ما قبل. قال له لا تتدخل احنا بيناتنا عرب وهذا.
من اللي قاله؟ هو هم دول الاداريه الجايين ويانا. كانت كارثه. الان رجعنا مره ثانيه الى نهايات ام اسيا، احنا قلنا ترشحنا في بغداد احنا والسعوديه، الان في طهران هي النهايات. كانت بطهران نعم. لعبنا اول لعبه امام ايران ما توافقنا بها. ما توافقنا بها نعم. بس هي قبلها يا استاذ عفو، جاء راسم العوادي ومن الاتحاد جو قالوا له داني يريد تاخذه الفريق حتى نزيد راتبه، قالوا ما اقدر اروح انا فريق تعبان منهار من هاي بطوله الخليج، قالوا له ما يصير لازم يشارك. يعني داني ماكلين كان كلش حاب الفريق العراقي. يعني كلش متعلق بالفريق العراقي. متعلق به ويعني. هاي الصوره هنا في طهران. هي جاقاقه بيها. جاقاقه هي بهاي. داني ماكلين رفض يروح رفض هي، وحتى قالوا له يعني فريق تعبان نفسيا وخسرانين بالامارات بالخليج وهذا نفسيا تعبان الفريق، وبالتالي جابوا قاقه. يعني شوف من حرصه هو يفرض، هو المدرب يقول لك كان شعري اروح. صحيح. بس هو ما قبل لانه هو يحب الفريق العراقي، ويعني يقول لك هاي سمعه للعراق وسمعه لنفسي. صحيح. حتى يعني نوبه تونس دز علي مجبل. نعم. قلت شيرد من عندي داني، لقيت عمو وبابا قاعد الله يرحمه قال لي شوف اني احبك واريد خاطرك كنت خوش لاعب. بالعراق الكره ما تعيشك، يجي لك غير شغله وهي الكره تخيل. هو يقول لك طلعت احد الاداريين ويانا قال لي لا هذا حاشياك هذا هيك قايل له، قلت له والله ما هيك قال لي، قال لا هذا يشوش فكرك احنا ما عندنا احتراف ما ادري شنو. قلت له والله ما منتبه على هالشيء. يعني حاسس انه اكو احتراف عليك او ياخذك في تلعب في دوله. اي قال لي يعني حتى ال 74 من رحنا القطر لعبنا من كان السكك. نعم. قالوا لي تعال النادي العربي. قلت لهم والله ما انا عسكري هسه، قالوا من تسرح تعال لنا، قلت لهم بال 75. فاعطيتهم المستمسكات ببغداد دزوا علي لمن. شلون تروح التاي والمندازي مشان ما كنت تعرف هاي الامور. نحكي عن التصفيات هاي النهائيه في طهران. هاي الصوره هنا الفريق مالنا اللي موجودين، طبعا لعبنا ويا ايران عم نلعب يامار يعني. لا هاي الصوره كان داني ماكلين المدرب. اي هاي من مال الخليج، بس هو نفس الفريق بس المدرب هنا كاكا مال الخليج. اذا الناس المهمه قاقا استلم المهمه، قاقا اليوغوسلافي. قاقا قدر يتعامل وياكم مثل ما تعامل وياكم داني ماكلين. من هنا اختلفت الرؤيه يعني. لا ما اختلفت الرؤيه، هواي اختلفت الرؤيه. ذاك يحكي بعلم، وقاقا كان هو ابا جايبيه على منتخب الناشئين على الفئات العمريه. تمام. وراسين يستلم منتخب هم صعبه. نعم. بشوف ما يعني انتم ما تقبلتوا له هو شلون؟ لا والله احنا كلاعبين اي مدرب يجي يريد نفوز. تمام. بس مو مثل داني كان يتكلم ويانا ويحكي. مدرات اللاعب يحس انه ثقته من ثقه المدرب. طبعا. يعني من يشوف مدرب مثلا جانا زيكو، كان لاعبين يحبون يلعبون زيكو، لان زيكو هذا اسم جاي. يعني طبعا هسه نوبه صارت حاله بتصفيات اسيا، وهاي هم نحكيها للتاريخ. يعني الخطه وضحها. عندنا لعبه ويا قطر والخطه وضحها اول افتتاح البطوله، وقال اللي يلعب فلان 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 فلان. عبد كاظم الله يرحمه ملعبه. نعم. رحنا المنزاع مقبط الملعب 40,000 متفرج. شفته يحكي فهد جواد الميره ويا عبد كاظم. اني قمت اسوي تمارين سويديه، قلت له راح يطلعوني اللي يطلعون واحد يلعبون عبد. نعم. اكو هيك امور يعني بهم ذاك الوقت. فاجى فهد جواد الميره على عمو، قال له عمو شلون يقعد العبد كاظم هذا كابتن منتخب العراق. نعم. ويا ذول الشباب. نعم. قال له داني ماكلين، قال له جايب ملابسه، قال له عبد جايب ملابسه، قال له جايبهن. قال له داني، قال له خليه ياخذ يروح لاهله. يبا على اثر عبد كاظم حتى من الدوري بعد ما لعب ما قبل واحد يدخل باموره، ما يتقبل لا واحد يدخل بشؤونه. نعم. هسه نحكي على طهران، هاي المشاركه الاخيره بالنسبه لك هي تقريبا. نعم. ما عندك فيها. ويا ايران خسرنا 2-0، ويا اليمن غلبناهم 1-0. 1-0 ما توافقنا هوايه فيها، وبعدين لعبنا ويا الصين الكويت. ويا الكويت نصف نهائي 3-2 استاد الكويت. يعني مره ثانيه الكويت غلبونا هنا، مع العلم احنا كان المفروض نعوض ونرد اعتبارنا، ولكن ايضا ما توافقنا، خسرنا ب 3-2. هدفين سجل صلاح عبد الجليل وفلاح حسن.
نعم. والمباراه الاخيره مع الصين اللي هي لعبنا على المركز الثالث والرابع، طلعنا رابع بيها. وطلعنا بها رابع. نعم. هل يا ترى كانت اخر مشاركه لك بالنسبه انت كمدربين لو انت ابتعدت؟ والله انا صار سوء تفاهم بالنادي الزوراء بتاعي. يعني انت وراها ما شفناك بعد؟ اي تركت الرياضه حدنا. لا من جينا من ايران، العفو من جينا من ايران قاقه مساله سحب لاعبين من المنتخب ما سحب. انا قلت لك قبل اللقاء، قلت لك احنا لعبنا اخر مباراه لعبتها انت امام العراق وليبيا في بغداد. منتخب ليبيا اي صحيح. ليبيا في بغداد. بغدادي صحيح. لعبت هاي اخير. شفتك الجريده اللي بقت اي نعم نعم اخير لعبه هاي الجريده موجوده. اي صحيح. هاي نعم نعم. وراها بعد ما شفناك، ليش؟ لا وراء بالدوري اماني بعدني قلت لا المنتخب احكي. اي قلت لك انا مسحوب منتخب، عندنا محجوزين احنا. نعم. عندنا لعبه ويا الشرطه. نعم. مو هذا الحكي مال عندنا لعبه ويا الشرطه. الشوط الاول طلعني انور. نعم. ونزلوا مهدي جاسم. نعم. ثاني يوم الجريده جيت انا دا للكرخ، قرأت الجريده لقيت كاتبين نريد رد من انور جسام، لماذا خرج حسان علوان وهو نجم المباراه؟ فجيت للتمرين قال لي هاي اعتقد راي المدرب هو بقى. اي قال لي حسان انت ليش خاف قرأ جريدتك كنت مو زين؟ قلت له لا انا كنت زين، كنت زين بس الاسباب كذا وكذا، فاني راح اعتزل من تركت الرياض. خابرني مجبل قال ليش ما قاعد تجي المنتخب؟ قلت له مجبل بطلت. قال شنو بطلت؟ قلت له والله صار خلاف بيني فلان فلان. قال تعال القوى الجويه. رحت القوى الجويه لعبتين ثلاثه واعتزلت فدنوب. مين المحطه اللي بقت في ذاكرتك يعني تحبها؟ والله هو السكك يعني السكك والزوراء والنقيل، هم هذول شبابي كله عشت. انا اشوف دائما تتذكر جرجيس الياس الله يرحمه. هاي شنو بخلوانه؟ كلمه خلوانه. اي هاي ما كان يقول فراغ. هاي داود العزاوي قبل يومين قال لي شنو كان يقول خلوانه؟ قلت له يقصد الفراغ. فراغي. قلت له يقصد الفراغ. رجل امي بس ما جابته لا بالعرب ولا باسيا. خلوانه هو بعد بكيف هو خلاص. أيه. الان حضرتك وين كابتن حسن؟ والله قلت لك اني من صار زلزال بتركيا رجعت من تركيا. الان تدرب الزوراء؟ هسه لا مشرف على الناشئين. اي مشرف على الناشئين. حلو. حلو الشغل الناشئين. نادينا ما نقدر نعوف نشوف زملائنا القدامى. اكيد اكيد اكيد. يعني حاله نفسيه نرتاح نفسيا من نطب النادي. فعلا فعلا لانه تعرف انتم نشاتوا من شبابكم كلها خلصتوا كلها. هاي الصوره هنا هاي الرواد لعبنا بدهوك. نعم. بدهوك لعبنا. بس هنا جسمك يعني السمنان هو اي سمنان هنا هي. بس الحركه موجوده، رشاقه الحركه موجوده يعني. هي الحركه بالضبط. كابتن اكيد هناك موقف حزين مر في حياتك هاي البطولات كليتها او لحظه حزينه؟ اي والله هي مال الخليج هاي بس هاي مال الكويت. اي والله هي لحد الان. المشكله في اسيا خسرنا مره ثانيه 3 سنين وياهم. هي يعني فتره بسيطه. هي المشكله هاي. والله احنا ما خسرنا يعني. المفروض بالخليج احنا من كنا 2-0 وبعد ربع ساعه ينتهي المباراه. المفروض الدفاع والان ما لعبت بها الان لو لاعب باللعبه الاولى. نعم. صار خطا من اللاعبين. نعم. الان الصوره هاي قدامنا نشوف لقينا الكابتن. اي هاي الله يرحمه قال لي اريد اشوفك وعزمني بالسيسبان اني وخالد غني وعصام جاسم. نعم. اي خالد غني وعصام جاسم. قلت له ليش ما تروح يم اهلك تقعد يم جهالك؟ نعم. الاردن؟ اي والله قلت له المناصب خلي تولي روح هناك ارتاح. قال كابتن شو اسوي الرياضه ما اقدر اعوفها. هو النادي كلهم يعني متعلقين ما تقدر تقول لهم لا يعني مثلا احمد راضي وانا شفت ايش تسوي؟ يعني خالد غني مثلا من طفولته هو واخوه اي صحيح صباح ولا هسه على الرديف هو خالد غني على الرديف. على كل احنا كنا سعداء بحضورك كابتن. اشكرك. وذكريات جميله من تاريخك هذا واسماء حلوه مرينا عليها وصور ذكريات هم شفناها حلوه. كلمه اخيره ماذا يقول الكابتن؟ والله يعني هذا البرنامج اعتبره تراث للرياضيين طبعا مو بس القدم. نعم. الكل الرياضيين. الحمد لله. وانا نشكرك على القناه البرنامج هذا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. ونتمنى هذا يظل تراث للاجيال. الحمد لله. شكرا. اشكرك على اللقاء. احنا كنا سعداء مره ثانيه. اتمنى لك التوفيق ونشوفك ان شاء الله على ان شاء الله على الفئات العمريه. ان شاء الله. نجوم جدد يخرجون للزوراء. ان شاء الله. ان شاء الله. حبيت المشاهدين كان هذا اللقاء مع نجم الزوراء الكبير الكابتن حسن علوان. نلتقيكم الاسبوع القادم حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.